بزاف ديال القصص ديال الجرائم اللي كيوقعوا في العالم كامل كنسمعوهم كتجينا الخلعه كنخافوا. وكاين واحد النوع ديال القصص ملي كتسمع ليهم كتحس بان شي حاجه غلطه، شي حاجه ماشي هي هذيك، وفوقاش كتعرف شنو وقع يعني الحقيقه حتى الاخر ديال القصه. والجريمه ديال اليوم من هاد النوع كتخليك تسول راسك كيفاش هاد النوع ديال البشر كيقدر يدير هاد الشيء، كيفاش يمكن الحب يتحول لهاد الشيء المرعب، كيفاش كيتحول الكراهيه وحقد. القصه ديالنا ديال اليوم غتكون في اندونيسيا في بدايه ديال العام 2021 في واحد القريه صغيره. في هاد القريه كان كلشي كيعرف كلشي، يعني قريه شعبيه، شي كيدخل عند شي البيبان ديالهم محلولين، كيبان لك الدراري كيلعبوا كيغوتوا، الاصوات ديالهم كتسمع، الضحك ديالهم كيتسمع، يعني بحال داكشي اللي كان زمان. والاغلبيه ديال الناس اللي كانوا ساكنين في هاد القريه كانوا كيعرفوا بنت سميتها عيشه. كان في عمر ديالها 7 سنين، كانت هي اللي عند باها وما. كانت تبارك الله نشيطه، كانت اكتيف، يعني مفعمه بالحياه، ودغيا كتدخل الخاطر، يعني كتدخل القلب، يعني كتضحك بوحدها، يعني دمها خفيف. وكانت عزيزه على جدها، كان كيموت عليها، واخا عنده احفاد وحدين اخرين كانت هي رقم واحد بالنسبه ليه، يعني كان كيبغيها لواحد الدرجه ما كتصورش. وفي البدايه ديال 2021 الناس ديال الحومه الجيران كلشي المحيط ديالها لاحظوا بان عيشه مختفيه 4 شهور. 4 شهور ما بانت، حيت هما جاتهم غريبه، وما عارفين واحد البنت اللي ما كتجلسش، كتخرج كتضحك كتلعب كتدق على الجيران كتسولهم عطيني هادي. المهم هي كتجبد الناس، يعني اجتماعيه. المهم لاحظوا 4 شهور ما بانتش، يعني شي حاجه ما هياش. الناس ولاو كيسولوا العائله ديالها فين هي عيشه. الجواب كان ديما راه مشات لعند جدها، راه ما كايناش، حيت حتى هما الناس عارفين بان عيشه كان كيموت عليها جدها. وباش كانوا عارفينها كانوا كيلاحظوا فين ما كيجي للحومه عندهم، يعني في ديك القريه كيجيب لها غير ديما الشكلاط، ديما السقاطه، ديما يجيب لها اللعاب، يعني عارفينها عزيزه عليه. يعني ما استغربوش ملي كي العائله ديالهم كيقولوا للناس راه مع جدها. الا انه خالت عيشه يعني اخت امها حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك، واخا انها ما كانت كتمشي عند اختها بزاف، ولكن ملي كانت كتمشي دوك المرات اللي كتمشي فيهم ما كانتش كتلقاها، ما كايناش. ايوا راه هادشي ما يمكنش. واخر مره مشات لعندها سولتها قالت لها فين هي عيشه، قالت لها راه في دار باك، راه عند جدها، راه كتمشي عنده كتبقى معاه تما. هي شنو دارت ملي خرجت من عند اختها ومشات نيشان لدار باها، مشات دقات عليه دخلت سلمت عليه. المهم دورت عينيها في الدار ما بانش ليها الحس ديال عيشه، وهي تسول باها قالت له واش عيشه ما كايناش هنا في الدار. قال لها عيشه لا، قال لها زمان ما جات لعندي مده ما شفتهاش. قالت له كيفاش مده ما شفتيهاش. قال لها هادشي اللي كاين. قالت له فين ما كندوز عند اختي كنسولها على عيشه ما كنلقاهاش عندها، كتقول لي راها عند جدها، راه مع جدها، راه ديما راه عند جدها. قالت له انا يلا كنت عندها هاد الصباح هذا سولتها على عيشه، قالت لي راه عندك، جيت لعندك نيشان باش نتاكد. ودابا ملي جيت لعندك كنسول كتقول لي ما كايناش ومده ما شفتيهاش، يعني شي حاجه ما هياش. هنا الجد استغرب، قال علاش زعما اختك كتكذب عليك وتخبي عليك وتقول لك بان عائشه راه معايا هنايا؟ ياك ما كاينه شي حاجه خطيره وحنا ما فخبرناش؟ ياك ما تكون عندها شي حاجه، تكون مريضه بزاف مبغاوش يقولوا لنا؟ ياك ما تكون تخطفات ومبغاوش يقولوا لنا؟ المهم شي حاجه ما هياش. وهي تقول لي بنتو شوف ابا نلبس عليك، يلا دابا نرجعو عند اختي للدار ونسولوها شنو كاين، تقول لينا شنو واقع، علاش كتكذب علينا. داكشي اللي كان هزو راسهم مشاو عندهم للدار، كيدقوا كيحل لهم الباب،
الراجل اختها. المهم بقى كيشوف، سلم عليهم، قال لهم تفضلوا. دخلوا للدار، لاحظوا بان الدار كتشعل مقاده ومنظمه بواحد الطريقه غير طبيعيه. المهم مشاو دخلوا جلسوا في الصالون. غير هما داروا واحد الحاجه، بانهم ما حسوهمش انهم جايين يسولوا على عيشه، لا، بينوا لهم يعني دايرين زياره عائليه عاديه، جايين زعما يسولوا فيهم، جلسوا معاهم شويه وغادي يمشيو في حالهم. المهم جاو جلسوا مجموعين، بداو كيديو يجيبوا في الهضره، كيدير مع الخدمه، كيدير مع هادي الا ان الام ديال العيشه حسات بشي حاجه غريبه. قالت كيفاش اختي يلا كانت عندي هاد الصباح هذا، مشات ورجعت جابت با وراجلها معاها. هاد اللحظه اللي هي ساهيه، باها سولها، قال بنتي عيشه فين هي؟ سكتت شويه وهي تجاوبو، قالت له عيشه راها عيانه شويه، راه في بيتها. جاوبها باها قال لها واخا، يلا نمشيو نطلعوا على البنت نشوفوا كي بقات. الام وهي تشوف فيهم، وفي نفس الوقت شافت في راجلها، يعني باين عيشه، زعما شنو غنديرو. الجد ما تسناش بزاف، ما تسناش الجواب. ديك الساعه وقف، مشاني شاف الاتجاه ديال البيت ديال العيشه، تبعوه كلهم. ولاحظوا واحد الحاجه، اصلا ملي دخلوا للدار وهما جالسين وهما كيتمشاو، لاحظوا واحد الريحه ما هياش ريحه ديال العفن، بحال شي زبل قديم، شي حاجه، شي فار ميت، شي ماكله بايته ما عرفتش شحال ديال الوقت، المهم شي حاجه ما هياش. وكانوا كلما قربوا للبيت ديال العيشه ديك الريحه كتزيد، يعني ديك الريحه كتولي قويه بزاف. وهما كانوا موالفين فين ما كانوا كيجيو لعندهم الدار. كان واخا كان واحد الدار اللي عاديه، ولكن كان ديما متوله نقيه، الريحه زوينه، العكس ديال هاد المره هادي. الجد وصل للبيت ديال العيشه، حل الباب حتى كيتصدم داكشي اللي شاف. قرب لعندها الناموسيه ديالها، كيشوف بان الجسم بحال ديال العيشه وماشي ديال العيشه، نفس الجسم ديالها، نفس الشعر، ولكن الملامح ديالها ما واضحينش. بقوة الصدمة الجد دار عند امها، قال لها شنو واقع. ديك اللحظة ملي عرفوا الحقيقة بهول الصدمة، ما عرفوا ما يقولوا، بقاو مصدومين. اختها ديك الساعة ملي عرفت شنو وقع العيشة، دارت راسها غدا للطواليت، اعزكم الله، دخلت لتما. ديك الساعة عيطت للبوليس باش يجيو يلقاو القبض على امين عيشة والاب ديال عيشة. والجد والخالة استغربوا من ديك الطريقة اللي كانوا والديها كيهضروا بها، كانوا كيهضروا بكل برودة، وان هادشي اللي داروا يعني عادي طبيعي. واستغربوا من الجد واختها على ردة الفعل ديالهم، علاش درتو بحال هكا زعما، وبالنسبة لهم هادشي اللي داروا عادي. يعني اي عائلة اندونيسية كدير هادشي هذا، يعني ما كاين لاش يتصرفوا بهاد الطريقة. هادشي علاش اختها خرجت برا وعيطت للبوليس، حيت ملي سولوهم علاش درتو لعائشة بحال هكا، جاوبوهم بواحد الجملة غريبة ما عندها حتى شي تفسير. قالوا لهم بانهم كيردوها للحياة، بغاو يردوها للطبيعة ديالها، وهذا الشيء اللي شفتو قدامكم راه هو غير جزء من العلاج اللي كنديروه ليها باش ترجع للحالة الطبيعية ديالها. المهم البوليس وصلوا، الناس بداو كيتجمعوا تما وبغاو يعرفوا الحقيقة شنو كاين. السؤال الاول اللي بداو كيسولوا، علاش ما انتبهتوش للاختفاء ديال عيشة المدة كاملة؟ بداو كيقولوها للجيران، سيرتو هما عارفين بان قرية صغيرة، يعني شي عارف شي، وإلا ما بانش شي واحد كيسولوا عليه فين هو. قال لهم علاش ما سولتوش عليها، خصوصا على انكم عارفينها ديما كتضحك، ديما خارجه، ديما كتلعب. يعني كان ملي غبرات غتقولوا نسولوا عليها، ياك ما مريضه، ياك ما سافرات، ياك ما عندها شي حاجه. شنو اللي خلاكم انكم ما تسولوش واخا غبرات 4 شهور؟
قالوا لهم واش ما سمعتوش شي صوت ديال الغوات، شي طلب ديال المساعده؟ قالوا البوليس لا، ما سمعنا والو، لا غوات لا حتى شي حاجه، وما انتبهنا للاختفاء ديالها حتى مؤخرا. وحنا كنا كنسولوا الام ديالها فين هي بنتك عايشه، كانت كتجاوبنا راه عند جدها. يعني ما جاتنا شي حاجه اللي غريبه. عائشه كان العمر ديالها 7 سنين كيف ما قلنا في الاول ديال القصه. يعني كان من الطبيعي انها تصرف بديك الطريقه، يعني كتجري، تضحك، تغوت، كدير المقالب. مهم التصرفات ديال الاطفال حاجه عاديه، الا ان الوالدين ديالها كانوا كيشوفوها واحد المنظور اخر، بان بنتهم ماشي طبيعيه، ماشي تصرفات ديال بنت عندها 7 سنين. يعني ولاو كيشوفوها بحال فيها شي حاجه ما هياش، وفي بلاصه انهم يشدوها، يهضروا معاها، يفهموها بلاتي هي احسن، يحاولوا يوصلوا ليها بواحد الاسلوب اللي غتفهموا هي بان هذا الشيء ما هواش، لجؤوا لشي حوايج وحدين اخرين، حيت كان عندهم واحد الخليط ما بين الدين والعادات القديمه. يعني كاين واحد الحاجه كيديروها، انهم كانوا كيلجؤوا بحال كنقولوا حنا فقيه رجل دين، انه كيقول انه كيعالج اي حاجه، اي شخص بالقران، الا انه في الحقيقه ما كانش كيستعمل القران، كان كيستعمل شي حوايج اخرين، يعني باش يداوي داك الشخص على حد الهضره ديالو. المهم الاب والام ديال عيشه داكشي اللي داروا، مشاو لعند مشعوذين. ملي وصلوا عندهم بانوا لهم على انهم تالفين بالشأن ديال البنت ديالهم عيشه، وعاودوا لهم شنو كاين. يعني قالوا له بنتنا شنو كدير، كتغوت ديما، ضحكه ديما، كدير لنا التصرفات حنا بالنسبه لنا ماشي طبيعيه. المهم دوك جوج ديال المشعوذين خلاهم تسالاو، قالوا لهم جمله واحده اللي كانت هي البدايه ديال النهايه. قالوا لهم بان بنتكم ماشي طبيعيه وفيها شي حاجه، وبحكم الوالدين ديال عيشه يعني كان الايمان ديالهم ضعيف، وكانوا كيبانوا لهم هذوك فقهاء، يعني عارفين احسن منهم وحاطينهم في واحد المقام كبير. يعني ما كانوش كيقولوا بان هادو المشعوذين، بالعكس تيقولوا هادو رجال ديال الدين، ولكن كانت الواجهه في شكل والحقيقه شيء اخر. يعني اتقوا بالهضره ديالهم. وحتى الوالدين ملي سمعوا هاد الهضره ديال هاد جوج ديال المشعوذين اتقوا بهم في الحين، يعني ما خداهمش ولو ادنى شك في الهضره ديالهم. ملي قال لهم بنتكم فيها شي حاجه، قالوا وياه هادشي اللي قلنا حتى حنا، كنا متيقنين ان فيها شي حاجه ماشي طبيعيه. المهم واحد شويه داروا راسهم كيقراو القران على عيشه، غير شي ايات بحال هكا، هما يقولوا لهم البنت ديالكم ممسوسه. قال لهم شي دوك النشاط اللي فيه وداك الفرط ديال الحركه بسبب واحد الروح شيطانيه ساكنه فيها. المهم والديها تخلعوا في ديك اللحظه وبداو كيتسائلوا كيفاش نعالجوا البنت ديالنا. جاوبوهم قال لهم حنا عندنا واحد الطقس كنديروه باش كنخرجوا هاد الروح الشريره اللي ساكنه فيها. غير هو قالوا لهم بان هاد الطقس هذا اللي غنديروه راه كيكلف بزاف، راه غالي بزاف، ولكن الوالدين شافوا ان بنتهم في هذه الحاله يعني ما همهمش انهم يتسلفوا ويتكلفوا ويبيعوا الى عندهم يتباع، وغير بنتهم الدواء. وهذوك المشعوذين ماشي بينوا لوالديها على انها فيها مس، عطاوها واحد الماكله اللي مره هي اصلا مره. قال لهم الى البنت حست بالمرار يعني راه فيها شي حاجه، وداكشي اللي داروا عطاوها الماكله مره، حيت اي واحد غادي ياكل شي حاجه مره غادي يقول شنو هادشي هذا. داكشي اللي دارت هي بنت صغيره عندها 7 سنين، قلت لهم يا على مرورة. ديك الساعه المشعوذين شافوا في الوالدين يعني بافتخار اللي قلنا لكم. الوالدين زادوا تاقوا وقالوا لهم ياكو قلنا لكم البنت ماشي طبيعيه، هانتوما راه قالت لكم كاين المرار.
ودابا تأكدنا بأن فيها روح شريرة، وغدا ضروري خاصنا نبداو العلاج ديالها. ولكن قبل ما نبداو خاصكم تكملوا لنا الفلوس كاملين. وزادوا خلعوهم قالوا لهم كل ما تعطلتوا على العلاج ديالها كل ما الحالة غادي تتكبس ديال بنتكم. الوالدين تلفوا، يعني ولاو كيقلبوا كيفاش يكملوا الفلوس لدوك المشعوذين بداو العلاج ديالهم. وفين غيديروه؟ في الدار ديال عيشة، يعني فين ساكنة عيشة في دارهم. وتا الوالدين ما قالوا والو للجيران، وكان بطلب المشعوذين، يعني قال لهم ما تقولوا حتى شي حاجة. شنو داروا؟ جابوا واحد البانيو كبير يعني في الحجم ديال عيشة، عمروه بالماء بارد، شدوا البنت خشاوها فيه. هي ما قدرتش تحمل ديك البرودة، كتحاول تطلع منه، كيوليو يردوها، كتحاول تطلع منه، كيردوها، تيقول لهم شتو ان ديك الروح الشريرة ما قدرتش تستحمل البرودة ديال الماء، يعني ومتشبتة بالجسد ديال بنتكم. الوالدين طايقين من دوك المشعوذين، يعني اي حاجة كيقولوها بالنسبة ليهم راها صحيحة. البنت شدوها بزز في داك البانيو العامر ما بارد، وزادو كيخشيو ليها راسها لداخل وهي كتغوت ملي كتطلع وكتعجب بالبرد، ومستغربة كيفاش على انها كتغوت والديها ما مسوقينش ليها، بالعكس كل ما كتغوت كيخشيو في الماء بارد. المهم قالوا لهم حنا سالينا المرحلة الأولى من العلاج، غادي ندوزو للعلاج النهائي. غنسميوه علاج نهائي إلى البنت تشافت، أما إلى ما تشافتش غادي نسميوه العلاج الثاني. المهم مشاو في حالهم داك النهار، ودازو أيام ولاو رجعوا عندهم للدار باش يبداو العلاج الآخر. هاد المرة ملي جاو لقاو بأن داك البانيو اللي كانوا يستعملوا في الأول ما كفاهمش، يعني ما واخدينش راحتهم في العلاج. قالوا لهم غادي نستعملوا البانيو اللي كاين في الحمام. المهم دوك جوج ديال المشعوذين دازو للحمام بوحدهم، عمرو داك البانيو اللي كاين في الحمام كله بالماء بارد، وعيطوا الام ديال عيشة قالوها جيبيها باش ندخلوها في هذا الماء بارد. جابتها للحمام، واحد شدها من اليد اليمنيه وواحد شدها من اليد اليسريه، وخشاوها في داك البانيو اللي عامر بالماء بارد. داك البانيو كان اولا بينوار كما كنسميوه، يعني غارق، يعني كانوا كيخشيوها كلها وكيوليو يطلعوها، يعني كتخشى كلها وخا كتبغي تغوت ولا تنفس ما كتقدرش. كانوا كيطلعوها غير شويه وكيهبطوها، كيبداو يحسبوا واحد جوج ثلاثه، كيوليو يطلعوها غير شويه يعني حتى باش تنفس ما قداش تنفس. والديها كيشوفوا عادي ما داروا حتى شي حاجه، عند بالهم راهم كيعالجوا بنتهم. المهم دوك جوج ديال المشعوذين بقاو كيديروا ديك العمليه، كيطلعوا ويهبطوها، كيطلعوا ويهبطوها، يخشوها في داك الماء حتى لواحد اللحظه عائشة ما بقاش كتحرك، يعني الجسم ديالها وقف ولا توقف على الحركة. هي المصيبة فين كانت؟ الوالدين سحبوا أن العلاج نجح، وديك الروح الشيطانية خرجت من الجسد والجسم ديال بنتهم، وفرحوا وبداو كيشكروا في دوك المشعوذين، شكرا بزاف انتم نقذتوا بنتنا. لكن الحقيقة ما كانوش عارفينها. وتا دوك المشعوذين قالوا لهم دابا مزيان ان بنتكم تعالجات، هي برات ورجعت لكم طبيعية كيف ما كانت في الأول. المهم اللي ما كانوش عارفين بأن البنت ماتت، عايشة كانت فارقة الحياة. وبالنسبة لهم على أن العلاج نجح، هزوها داو البيت ديالها، نشفوها، بدلوا لها حوايجها، حطوها من فوق الناموسية ديالها، غطاوها على أساس راها ناعسة وغادي يخليوها ترتاح. وما خرجوا برا، بداو كيشكروا في دوك المشعوذين وعلى المجهود اللي داروا معهم على انهم نقذوا البنت ديالهم. وزادوا قالوا لهم حنا غنجلسوا غير شي ايامات وغادي نرجعوا نطمئنوا على عيشة ونشوفوا الحالة ديالها فين وصلت، وانتم حتى الا بانت لكم البشرة ديالها ولا فيها شي لون او الملامح ديالها بداو كيتبدلوا ولا شميتو شي ريحه، ما تخافوش، هذيك راه غير الحالة الطبيعية ديالها كترجع ليها.
المهم مشاو فحالهم. داز النهار الاول، داز النهار الثاني، داز السيمانه. البنت ما تحركاتش، ما حركت لا راسها لا يديها لا رجليها. والغالب على ان والديها مقتنعين بان بنتهم غادي تفيق وفي حاله جيده. كانوا كل نهار كيجيو يدخلوا يمسحوا لها الجسد ديالها، يهضروا معاها على اساس راه كتسمعهم. المهم بقى الحال هكا حتى داز 4 شهور. بدات كتعطي واحد الريحه، الجسد ديالها ولا اللون ديالو في شكل، الملامح ديالها بدات كتختفي، يعني الجسم ديالها بدا كيتحلل. ولكن ديما والديها مقتنعين ان بنتهم غترجع فواحد الحاله احسن من اللي كانت عليها. ما شكوش ولو لحظه لان بنتهم ماتت. هذه الفكره ما كانتش عندهم في دماغهم. واحد النهار جا عندهم واحد من دوك المشعوذين، دخل شاف عيشه قال لهم ما تخافوا من والو، وغتبان لكم هاد الريحه هادي وهاد اللون ديال البشره ديالها ولا بحال هكا ولا الملامح ديالها مشاو. هادشي كيدل على النجاح ديال الطقس اللي درنا، ان راها كتولد من جديد، يعني غتولي فواحد الحاله طبيعيه واحسن من الاول. يعني ما تخافوا من والو. وللعلم على ان هاد المشعوذين بجوج كانوا عارفين بان البنت ماتت، غير كانوا كيكذبوا على والديها، حيت عارفينهم انهم كيتيقوا باي حاجه قالوها لهم. يعني كانوا كيبانوا ليهم كتبان فيهم واحد السذاجه، يعني اي حاجه كيتيقوا بها. من بعد ما الشرطه خدات الاقوال ديال الوالدين ديال عيشه، الجد نهار طاح في البلاصه بدا كيبكي مسكين. الخاله كذلك بقات مصدومه، كيفاش على ان الوالدين ديالها قدو يديروا لها هذا الشيء هذا، كيفاش وصلوا على هذه الحاله، كيفاش ان بنتهم ميته وهما ما جايبين خبر للدنيا. عيشه كانت طبيعيه 100%، ولكن الوالدين هما اللي ما كانوش طبيعيين. وهذا الشيء كامل السبب ديالو الجهل وقلة الإيمان. هذه كانت قصة حقيقية وأحداث حقيقية. الآراء ديالكم كيهموني، خليو لي تعليق. الموعد ديالنا مع قصة جديدة وقضية جديدة، والسلام عليكم. كانت قصة حقيقية وأحداث وقعات. كنتمنى القصة تكون عجباتكم. الآراء ديالكم كيهموني، خليهم لي في تعليق. الموعد ديالنا مع قضية جديدة قصة جديدة، والسلام عليكم.